أهلا بكم يا أصدقائي. خليل باشا الجندلي صدر الدولة الأعظم، الشخصية السياسية الداهية اللي بيتميز بذكائه الشديد، ولكن ليه أصدقائي أعدموا السلطان محمد الفاتح بعد الفتح. في الحياة كلنا استغربنا إيه اللي وصله للنهاية دي رغم مكانته وذكائه الشديد. تابعنا يا أصدقائي خليل باشا الجندلي وتوغله في مفاصل الدولة من أيام حكم السلطان مراد وعلاقته مع قادة السلطان. تابعنا قبل كده علاقته القوية مع إسحاق باشا وكرتوجو دوغان، كمان علاقته مع سليمان بلطة أغلو، ولكن شفنا التحول بعد كده وأصبح إسحاق باشا مركز في فتح القسطنطينية. كمان كان عين السلطان محمد الفاتح وكان السبب في القبض على عرفات لما كان شاكك في أمره في بداية الأمر. كمان كرتوجو دوغان بعد تركه سلاح الانكشارية واحتضان السلطان محمد الفاتح ليه أصبح ولاؤه الدائم للسلطان محمد الفاتح. لكن ايه سبب تأثير خليل باشا الجندلي حتى على المعارضين ليه؟ لو نفتكر يا أصدقائي قرى مصطفى والقائد حمزة وإنهم كانوا على غير وفاق مع خليل باشا الجندلي، لكن قدر خليل باشا الجندلي في وقت معين إنه يسيطر عليهم عن طريق نقاط ضعف كل واحد فيهم. فمثلا القائد حمزة أغراه بالسلطة والمنصب والقيادة خلفا لبالي. كمان قرى مصطفى عن طريق حبه للجارية اللي كانت في القصر، غير كلامه المعسول وحكاياته اللي بيقدر يقنع بها أي شخص. من ناحية تانية يا أصدقائي تابعنا تصميم خليل باشا الجندلي على التراجع عن فتح القسطنطينية، وبدأ يعمل اضطرابات في الجيش. بدأ الأول يتكلم مع قلندر اللي رفض يحرض الجنود عن التراجع عن فتح القسطنطينية. كمان رفع سقف طموحات سليمان بلطة أغلو إنه يمسك قيادة الأسطول البحري. مش بس كده، كمان بلغوا بالأسير اللي كان السبب في فقد عينيه. وشفنا بعدها أصدقائي تتابع الأحداث والقتال ما بين الانكشارية والأفنجي، غير احتمال كبير إنه يكون هو الفاعل في قضية موت سليمان بلطة أغلو. خليل باشا الجندلي يا أصدقائي مش بيسيب أي فرصة علشان يوصل لهدفه، ولكن وقعت الشاطر بألف يا أصدقائي، وهيكشفوا السلطان محمد الفاتح قريب، وده اللي أدى في النهاية لإعدامه بعد فتح القسطنطينية. هنشوف الحلقات الجاية هيعمل إيه خليل باشا الجندلي وايه الالعاب اللي هيعملها تاني علشان يعطل فتح القسطنطينية. بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.